السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. الفيديو النهاردة هيكون ريفيو لألوان خشب، بصراحة شكلهم حلو قوي في علب صاج بالمنظر ده. المقدمه مش طويله خالص اهوت. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات، ويلا بينا على طول نبدا ونعمل ريفيو ونشوف الالوان دي ايه حكايتها. اوكي، زي ما انتم شايفين هم بيكونوا الوان خشب جايين في علبه صاج، بصراحه حلوه قوي وعجبتني بصراحه، شكلها من بره حلو جدا. جاي منها 24 لون وده شكل العلبه، وكمان هوريكم شكل الالوان من جوه 24 لون. كمان جاي منها علبه 36 لون، حلوه جدا وكبيره بصراحه. انا لاول وهله كده لما شفت الالوان وعلب الالوان عجبني شكل العلبه الصاج. واخر حاجه وهي الالوان الكبيره جدا، 50 لون كاملين الوان خشب في علبه صاج، شكلها شيك جدا. طيب هل بقى الالوان دي هتطلع حلوه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي ساعه لما نجربها على الورق. بس بصراحه انا منبهره بيها ومنبهره بشكلها، شكل الاقلام وشكل العلبه الصاج شيك جدا، ومش بنلاقي الشكل ده كتير في ماركات كتير. طبعا النهارده في الريفيو هجرب ال50 لون عشان طبعا الوان كتير درجات كتير، فهنستغل ان احنا معانا الالوان الاكتر وهي اللي هجربها على الورق. على طول هجرب الالوان على الورق الابيض قدامي، وبصراحه من اول درجه ومن اول قلم جربته كل الانبهار اللي انبهرته بالعلبه والحاجات الحلوه خالص اللي انا شفتها من العلبه راحت. ليه راحت؟ لان البيجمنت بتاعها خفيف جدا جدا جدا. انا مش قادره اعتبره من حتى خفيف لمتوسط، لا هو خفيف خالص، خفيف بدرجه صعبه جدا، خفيف بدرجه ان انت ما تقدرش انك تشوف الالوان بطريقه كويسه. بس قلت لا مش مشكله، انا هدي الالوان فرصتها وهخليها تكمل وهجرب كل الالوان، هجرب ال50 لون. ممكن يكون في لون او 2 أو 3 فيهم مشاكل عادي يعني بتحصل. بس بصراحه الالوان البيجمنت بتاعها خفيف بطريقه مستفزه، تقريبا ما عجبنيش غير لونين ولا 3 الوان في ال50 لون كلهم. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس دي اول مره اجرب الوان وما تعجبنيش بالطريقه دي. يعني ممكن حاجه ما تعجبنيش، حاجتين يكون فيها ميزه يكون فيها عيب، بس الالوان بصراحه صعبه جدا ومستفزه والبيجمنت بتاعها ضعيف. حتى الواكس بيس بتاعها ضعيف ورديء جدا، يعني الخامه نفسها اللي مصنوع منها الالوان بصراحه رديئه جدا. بعدين بصراحه قلت لا، انا هدي للالوان دي كامل فرصتها زي ما بجرب كل الالوان، وهجرب الدمج بتاعها. الدمج بتاعها بصراحه كويس، بس لما تيجوا تشوفوا الخامه نفسها، فكره ان البيجمنت خفيف بدرجه مستفزه مش مخليك حتى تحب فكره البيجمنت او فكره الدمج بتاع الالوان. بصراحه صعبه، انا بحاول احبها بس مفيش فايده، مش عارفه احبها. قررت اجرب حاجه اخيره وهي فكره ان ممكن الالوان تكون بيلدبل او ان البيجمنت بتاعها يزيد. هو فعلا البيجمنت بتاعها زاد عن الاول لما حطيت اكتر من طبقه لنفس اللون، بس بصراحه اللون حتى اللي انا مجرباه هو مش احمر، الدرجه نفسها وحشه قوي، درجات الالوان نفسها مش حلوه. وكمان في عيب خطير لو انتوا خدتوا بالكم معايا في الفيديو وانا بجرب ال50 لون، في الوان شبه بعض. يعني فين الدرجات؟ انت مالي الوان وحاطط 50 لون، بس في درجات مش موجوده. درجات من الازرق شبه بعض، درجات من البينك شبه بعض، حتى درجه البشره المفروض ان هم درجتين، بس بسبب ان الخامه نفسها رديئه انت مش قادر تحس بالفرق ما بين الدرجتين. انا عارفه ان ده تقريبا اسرع ريفيو انا عملته، بس للاسف الالوان انا كان نفسي ان هي تطلع حلوه لان الباكجينج بتاعها حلو جدا. يعني بصوا ال 24 لون شكلها عامل ازاي، شكلها حلو خالص. ونوادر لما بنلاقي حاجه العلبه صاج، بس للاسف الشديد مش دايما كل الريفيوز اللي انا بقول لكم عليها ولا كل الريفيوز اللي انا بعملها بتكون حاجه بيرفكت، حاجه حلوه. طبيعي ان احنا هنقابل حاجات مش حلوه رغم ان شكلها من بره حلو. ولو وصلتوا لحد هنا قولوا لي ان احنا من الابطال، و عجبتنا الالوان دي ولا ما عجبتناش؟ قولوا لي رايكم انتوا، لان رايكم انتوا اللي بيهمني. ما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب لليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات عشان اي فيديو ينزل جديد تلاقوه عندكم في النوتيفيكيشن وتدخلوا تتفرجوا عليه. بس كده، يا رب تكونوا بالف خير ويكون رمضان سعيد عليكم يا رب، وايامكم كلها تكون حلوه، واشوفكم على خير ان شاء الله في ريفيوز تانية كتير، فيديوز تانية كتير وفلوجز تانية كتير. يلا باي.